بلعب تحت وزن الصوت 54. بس شويه، الصوت اعلى. أنا لاعبة حبيبة فتحي عيسى، كنت بلعب تحت وزن 54 كيلو ناشئات. وصلت على شمال أفريقيا وكنت أول، وبرضه كنت أول في بطولة أفريقيا. وبلعب بقالي حوالي 10 سنين. آه، بقالك 10 سنين بتلعبي؟ أيوة. تمام. في البطولات ايه اللي شاركت فيها كل؟ كل البطولات، يعني من الأول أنا لعبت التصفيات عشان خاطر أول تصفية بس خالص. الصوت يبقى اعلى ثانيه صغيره. لعبت أول التصفية الأولى، أول تصفية عشان خاطر أخش في المنتخب. لعبت في أول، وتاني تصفية برضه لعبت عشان خاطر أسافر كأس الفريق برضه كنت في أول. وآخر بطولة لعبتها، آخر تصفية لعبتها عشان خاطر نسافر أفريقيا وجبت بطولة. طب بتجهزي قبل البطوله بوقت قد ايه؟ بجهز، لازم نجهز البطولة بفترة عشان خاطر نكون مستعدين 100%. يعني بيبقى مثلا في نظام اكل، نظام اوقات للتدريب؟ اه، ويكون احمال معينه برضه، احمال تدريبيه معينه عشان خاطر نكون نحل البطوله بصحه كويسه، عشان خاطر نكون اللعب يطلع باحسن من كده. طب ايه اصعب ماتش او لاعب قابلتيه كان منين في البطوله؟ لا، الماتشات كانت سهله وانا كنت، لان كنت مركزه قوي. فما كانش حاجه قابلتني غير لما اتنين الحكام كانت ضدنا مش حكام بس، واللعيبه يعني الناس كلها كانت ضدنا، لان هي مصر، كل الناس كلها بتبقى ضدنا. ليه السبب؟ لأن مصر ناجحة وبتجيب كذا، يعني مصر جايبة ترتيب عام أول، جايبة 20 ذهب. فهي كان لازما ترتيب، يعني كل حاجات يعني. طب بعد بطوله افريقيا بتحلمي بالعالم؟ أيوة، أنا إن شاء الله أكون أول عالم إن شاء الله، يعني بنتعب من دلوقتي عشان داخله بطوله قريب ولا لسه شويه؟ لا، كأس العالم في شهر 10. اه هتشتركي فيها يعني. أه. وبتحلمي بايه بعد كده اما تكبري؟ لا، إن شاء الله نجيب أولمبياد. ناوية تكملي في اللعبة بعد كده أه. ولا؟ لا، ناوية أكمل يعني فيها. لما تكبري تبقي تكملي فيها وتبقي أيوة، كابتن بعد كده أكمل فيها ومدربة؟ حتى لو يلا ربنا يوفقك.